مرهقة وتعبانة طول اليوم في السباق ما بين المدرسة والنادي والتمارين والدروس ومواعيد النوم. انتي مش لوحدك، كلنا عندنا نفس الشعور بالإرهاق ده والتعب والدايرة المفرغة اللي احنا بنلف فيها. كلنا عندنا شعور ان احنا شغالين سواقين اوبر لولادنا بس بدوام كامل. طب ايه رأيك يا ستي لو قلتلك ان انا عندي طريقة عشان ندير بيها الجنان ده؟ تمام، طريقة هتخليكي توفري وقتك وتقللي من الارهاق وكمان تكوني ام ذكية في ادارة المشاوير. في الفيديو ده هقولك على 4 استراتيجيات اساسية هتفرق معاكي هتفرق معاكي وهتغير طريقة تعاملك مع الجدول الاسبوعي. فيلا بينا نبدأ، وان كل دقيقة هتوفريها هي هدية لنفسك. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت ما تنسوناش في الاشتراك واللايك سبسكرايب وتفعيل زر الجرس. يلا بينا على الفيديو. اول استراتيجية هنتكلم فيها وهي المشكلة مش في كتر الانشطة ولا المشكلة مش في كتر الانشطة، المشكلة في توزيعها. لازم نتعامل مع المدارس والمذاكرة والتمارين كفريق واحد، مش كخصوم. ودي في الحقيقة حاجة انا بشوفها، ان المدربين بيبقى عايزين الولاد يحضروا كل التمارين، والمدارس عايزة منك مجهود ومذاكرة وتقييمات وتقييم اسبوعي وتقييم شهري الخ يعني. ففي الحقيقة احنا لازم في الثلاثة دول نشتغل مع بعض كفريق. اول حاجة انا احب انصحك بيها عشان تعملي ايه الحيلة الاولانية وهي الموازنة، البالانس. ماشي، البالانس ده هيجي ازاي؟ اول حاجة اختاري الاماكن اللي هتدربي فيها اولادك، دوري على الانشطة القريبة من بعضها. يعني لو مثلا ودي الولاد نادي قريب مثلا من المنطقة اللي انتوا ساكنين فيها او قريب من المدرسة، ايهما افضل بالنسبه لك؟ يا قريب من البيت يا اما قريب من المدرسه. لو قريب من المدرسه والبيت اصلا بعيد عن المدرسه يبقى احنا هنا نختار قريب من المدرسه. في حاله لو التمرين بعد المدرسه على طول، يعني ولنفترض الولاد بيخرجوا الساعه 3 فالتمرين الساعه 4، فتمام اوكي، احنا نقعد في العربيه ناكل الساعه دي ونغير هدومنا وننزل التمرين بتاعنا. لكن لو التمرين في مواعيد متاخره شويه، يعني مثلا التمرين الساعه 6 الساعه 7 الكلام ده كله، لا اختاري حاجه تكون قريبه من البيت. تمام، ده هيوفر عليكي وقت وهيقلل عليكي وقت السواقه وهيوفر ليكي وقت كمان بالنسبه للولاد. كمان في المشاوير الطويله اللي هي بتبقى فيها مسافات بعيده او بعيده عن بيتنا او الكلام ده كله، خصص لها يوم، يعني يوم واحد بس في الاسبوع او يومين بالكتير. يعني لو مثلا انتوا بتروحوا تمرين في مكان بعيد عن البيت، ما تروحيش التمرين كل يوم، روحي التمرين مثلا يومين بس في الاسبوع. لان احنا في الاول وفي الاخر الهدف من الرياضه، احنا مش هدفنا ان الولاد يكونوا ابطال او يخشوا الاولمبيات. احنا في الاصل بنعلم الرياضه من اجل الرياضه عشان جسمهم يفضل كويس وبصحه كويسه. لكن احنا مش بنعلمهم يعني جت في الوسط ان هم كانوا متفوقين في الرياضه، تمام، ما كانوش متفوقين، ما بنحرمهمش من الرياضه وفي نفس الوقت ما بنأثرش على حياتهم. بنحاول نوفر لهم الوقت اللي يعملوا فيه رياضة بحيث ان احنا نحافظ على صحتهم. النقطة اللي بعد كده وهي استغلال اوقات الانتظار. ما تقفيش، يعني لو ولد معاكي ولدين مثلا، واحد في تمرين التاني ما يقعدش يلعب، التاني بيقعد يذاكر. مثلا مستنيين يعني اعملي مثلا مراجعة سريعة لابنك في العربية وانتوا قاعدين، ذاكري معاه، حلوا له الواجب. بالنسبة لك انت ممكن في وقت التمارين ده لو الولاد الاتنين في تمارين مثلا، انت تقعدي مثلا تردي على الايميلز اللي جايلك، على حاجة الشغل، تنظمي جدول الاسبوع اللي جاي، تعملي قائمة باكلات الاسبوع، تكتبي فيها الطلبات بتاعة البيت اللي انت هتحتاجيها. ممكن مثلا تقعدي في الوقت ده برضو تفصلي وتقري في كتاب وتشربي مثلا اي حاجة انت بتحبيها. ومن النقط المهمة برضو عبء الواجبات، ان انت ممكن تخلي المذاكرة فترات قصيرة بس مكثفة، يعني برومودورو، 25 دقيقة فيهم تركيز و5 دقايق راحة، بدل من ان انت تعملي جلسات طويلة وهتبقى مملة والولاد اصلا هيفصلوا منك، مش هيعرفوا ان هم يركزوا معاكي. فافضل حاجة فكرة ال25 وال5 دقايق راحة. استخدمي كمان للولاد سبورة تكون موجودة في الأوضة بتاعهم، اطبعي فيها الجدول بتاع المدرسة ومواعيد التمارين والأوقات بتاعتهم المتحددة للمذاكرة. الكلام ده هيبقى يعني بوضوح، اكتبيها بخط حلو كده وخط كبير وخط هما يبقوا يعرفوا يقروا، عشان ملكيش اصل احنا معرفناش نقرا.
الكلام ده بيقلل عندك التوتر. هما كل يوم يخش يبقى قبل ما ينام بالليل يبقى عارف بكره عنده تمرين الساعه كذا، عنده قران الساعه كذا، في الوقت من كذا كذا ده هيذاكر. النقطة التالتة أو الاستراتيجية التالتة اللي هنتكلم فيها دي احنا هنقول ايه؟ هنقول لسواقة الأوبر، اللي هي أكتر، يعني أكتر حاجة بترهق الأم هو عدد الرحلات اللي احنا بنقوم بيها في اليوم. ان احنا نودي المدرسة ونرجع، نجيب من المدرسة نودي التمرين، نرجع نجيب من التمرين. الكلام ده كله بيخليكي فعلا انتي مضغوطة. فاحنا المفروض نكون يعني اذكياء اكتر في فكرة المشاوير اللي احنا بنعملها للولاد. ممكن، يعني دي حاجة أنا جربتها، إن إحنا ممكن مثلا نجمع إحنا مجموعة من الأمهات اللي ساكنين مع بعض في منطقة واحدة أو في مناطق قريبة من بعض، يعني فرق دقيقتين تلاتة، مش لازم في نفس الشارع، في شوارع قريبة من بعضها. نتجمع مع بعض ونعملها روتة، إن كل واحدة مثلا، يعني إحنا كنا بنجربها في التمرين، إن كانت كل واحدة فينا بتودي الولاد يوم التمرين. بصراحة كانت موفرة لمجهودي ولطاقتي وكل حاجة تمام. يعني تشوفي كده ام او اتنين مثلا، حد هيودي المدرسة وحد تاني هيجيب، يعني مش اللي يودي ممكن ما يجيبش في نفس اليوم، تبقى بالتبادل تمام. ده بيخلي ان انتي فعلا الموضوع بيبقى اسهل والطف كتير جدا جدا عليكي، وما يبقاش فيه اي ضغوط. النقطة اللي بعد كده وهي في كده، عارفين عارفين الخط اللولي، في كده حبة مشاوير لو فرط فعلا خرز من العقد ده، اتفرطت كل الحاجات اللي زي كده، اللي هو انت تروحي للسوبر ماركت تمام النهارده، وترجعي بكره تروحي الصيدليه وبعد تروحي البنك. طب ما تجمعي كل مشاويرك، يعني حاولي تجمعي كل مشاويرك اللي تخص البيت كلها في يوم واحد، وتلفي اللفه الواحده دي وتخلصي كل حاجتك مره واحده. فما تخليش المشاوير برضو، يعني انت مش هتخلي المشاوير بتاعتك كل شويه كل يوم انا نازله. طب احنا عملنا حد بيودي مثلا الولاد المدرسه، او مثلا اشتركنا لهم وات ايفر في باص او وات ايفر انت هتعملي ايه، وكمان التمارين حاولنا نظبطها. ما نرجعش بقى كمان نقعد نهلك نفسنا في ان احنا، طب انا النهارده هروح البنك، بكره هروح السوبر ماركت، بعده هروح الصيدليه، بعده هروح عند الجزار. لا، انا بنزل هو يوم واحد، بكون بيتي مترتب، حاجتي معموله، جدولي بتاع شغلي متظبط، وبنزل اخد اليوم من اوله ولف لف 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 اخلص. ويا سلام بقى لو انت اصلا اليوم ده هو مثلا اليوم اللي هتروحي تاخدي فيه ونفترض ولادك من المدرسه تمام، او مثلا اليوم ده هو اللي انت هتعملي فيه الحاجات دي، مثلا هم في التمرين ممكن تلفي تعملي الحاجات دي، لو انت مش شرط ان انت تقعدي قدامهم في التمرين. ولاني يعني ما بنصحش بفكره ان احنا نبعد عن ولادنا في التمارين. والاستراتيجيه الرابعه بتاعتنا وهي ان احنا نحضر الحاجه من اليوم اللي قبله تمام. نجهز حاجاتنا من اليوم اللي قبليه. وجبه الغدا حضريها من بالليل، يعني مثلا لو انت هتعملي خضار وفراخ بتسلقي الفراخ من بالليل. الحاجه لو متفرزه عندك بيبقى تمام حلو جدا. لو مش متفرزه مثلا هعمل لوبيا، هسلقها من بالليل، هسلق الفرخه، هضرب الطماطم، هشوح البصل. كل دي حاجات حاولي دايما تعملي نص وجبتك بالليل، وتقومي تاني يوم في الشغل بقى ايام الشغل ان انت تكمليها. فده بالنسبه للاكل، هو ان انت تحضري وجبه الغداء بتاعت اليوم التالي من الليله اللي قبليها. اعتمدي على ان وجباتك تكون سهله وسريعه، وما تاخدش اكتر من 30 40 دقيقه بالكتير قوي، عشان يعني تتفادي الضغط النفسي. يعني ما تجيش تعملي محشي في ايام الدراسه، خاصة اللي هي الأيام اللي احنا بننزل فيها دي. اوكي، عندك جمعة وسبت براحتك، اعملي فيهم اللي انت عايزاه، بس بلاش وجبات تكون فيها تفاصيل في الأيام اللي احنا فيها بننزل كتير. النقطة اللي بعد كده في الاستراتيجية الرابعة دي في فكرة الإعداد المسبق، برضو زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، تجهيز الملابس والشنط بتاعت التمارين وشنط المدارس. أي شنط هم هياخدوها اليوم التاني عوديهم إن هي تكون جاهزة. شنطة المدرسة، شنطة التمرين، بتروح مقرأة، تاخد مصحفك وكراستك معاك، المهم إن كل حاجته تبقى جاهزة من الليلة اللي قبليها. وزي ما قلنا برضو في الفيديو قبل كده، الخمس دقايق الذهبية بجد هينفعوكي اول لما تصحي بعد الغداء، قبل ما تنامي، بعد ما بتيجي من بره. لان بعد ما بنيجي من بره كده بيبقى فيه فوضى، كله بيروح ايه، نزل الشنط، فهماني تخشي تتكعبلي تتكفي على وشك والله من كتر الشنط. فلازم 5 دقايق ان احنا كلنا نحط الشنط في الاماكن بتاعتها، ونفضي الشنط من الحاجات اللي فيها.
واخر حاجه وقلتها قبل كده وافضل اقولها عمري كله، خصصي لنفسك قبل ما تنامي وقت ليكي انتي، عشان خاطر في امهات بجد بتبقى يعني عندها كده شعور بالذنب ان هي بتاخد وقت لنفسها، وده شيء مش صح ابدا. شعور يعني ان انت يبقى عندك شعور بانك مرهقه باستمرار، دي بجد اشاره يا جماعه بتبقى على ان يعني خزان طاقتك خلاص خلص، نفذ. احنا فجاه بتلاقينا بنتعصب على حاجات ملهاش اي لازمه، لان بيبقى خلاص خزان الطاقه بتاعتك انتهى. فانت مش آلة، انت من حقك انك تاخدي وقت، لازم تشحني نفسك اول باول، وتحافظي على صحتك وسلامتك النفسيه. دي حاجه مهمه جدا جدا. وده كان بشكل كده سريع تذكرة هقولها لكم للي حصل او للي قلناه، ملخص للفيديو. ان انت يعني تلخيصا للي قلناه، تجمعي الانشطة والمشاوير كلها اللي قريبة من بعضها، اعتمدي نظام او بروتوكول في التناوب مع ما بينك وبين الامهات، يعني كل واحدة تودي حد. تجهيز الملابس والوجبات من الليلة اللي قبلها، تعملي جدول ووقت الراحة الخاص بيكي، بانك انت ليكي اولوية برضه. ودلوقتي جه دورك، عايزة اعرف منك ايه هي الحيل والتريكات اللي انتي بتطبقيها في حياتك اولا، وهل انتي جربتي نظام التناوب ما بينك وبين الامهات؟ طب انتي جربتي تحضير الوجبات من الليلة اللي قبلها؟ هستنى ارائكم تحت في الكومنتات. وما تنسوش طبعا لو وصلتي لحد هنا تكتبي لي في التعليقات تحت سائقة الأوبر تمام. الفيديو بتاع النهاردة لسائقة الأوبر. وإذا عجبك الفيديو بتاع النهاردة وحسيتي إن أنا قدرت إن أنا أساعدك، ممكن أنت كمان تساعدي أم تانية بإن أنت تشيري لها الفيديو. وما تنسيش تعملي اللايك وتشتركي في القناة وتشيري الفيديو طبعا مع أصحابك، وفعلي جرس التنبيهات عشان ما يفوتكيش أي فيديو جاي عن إدارة الوقت والحياة الأسرية. أشوفكم في الفيديو الجاي، وبتمنى لكم أسبوع منظم ومريح. مع السلامة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم.